يا جماعة سنترال رمسيس دلوقتي في وسط البلد، ما زال الحريق مستمر، ألسنة الأدخنة بتزيد، وده اللي مأثر على الإنترنت ممكن، لأن ده مركز رئيسي لتوزيع كابلات الإنترنت على مستوى مصر. شايفين ألسنة الأدخنة، إحنا بقالنا ساعة تقريبا. ما زلنا دلوقتي، معلش النت عشان بيقطع، لان بسبب الحرائق اللي موجوده في سنترال رمسيس فمأثر على التصوير وفتح اللايف. ادي ما زالت ألسنة اللهب زي ما انتم شايفين طالعه من فوق سنترال رمسيس اللي موجود في وسط البلد القاهره، ومأثر طبعا على تغطيه عمليه شبكات الانترنت لانه متحكم رئيسي فيها. وادي زي ما انتم شايفين الأدخنة، وفي نفس الوقت هنا هو واحد كان من افراد الامن بيحاول يطفي، من كتر ما اتخنق طلع على الشباك، قعد وقفل على نفسه بالبطانيه من الادخنه، ويبدو ان هو مغمى عليه او تعبان، او يبدو ان في حد بدا يطلع فوق بيدوروا. هل بيدوروا على الراجل اللي هو فرد الامن اللي قاعد باين عليه مغمى عليه؟ بتاع الحمايه طلعوا بتوع الحمايه هم بدأوا يطلعوا. ايوه اهم خذوه بس من بعيد اهو. بدأ اهو الونش بتاع الدفاع المدني بدأ يصعد اهو، وهم بيحاولوا يسعفوه هم في الأوضة. وادي اهو الحمد لله قدروا يوصلوا له للولد، هو فرد الأمن اللي كان بيطفي واتخنق أثناء الحريق بتاع سنترال رمسيس. وادي ألسنة اللهب لسه ما زالت ماسكة في الأبراج زي ما انتم شايفين. وادي دراعات اهي الاوناش بتاعه الدفاع المدني اللي هي بتحاول تطفي الحريق تسيطر عليه زي ما انتم شايفين. احنا متابعين لحظه بلحظه الحريق معاكم، فتابعونا. طبعا كتر خير فرد الامن.